إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمدك اللهم حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا يقربنا من الجنة ويبعدنا عن النار إلا أمرنا به، ولم يدع أمرا يقربنا من النار ويبعدنا عن الجنة إلا نهانا عنه. فاللهم اجزه عنا بخير ما جزيت به نبيا عن أمته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. واجعلنا يا رب من آل هذا الرسول ومن حزبه المفلحين في الدنيا والآخرة. أما بعد، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تكلم فيه عن تفرق الأمم السابقة قال فيه: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن الفرق الضالة فرقة الشيعة، وكنا من قبل لا نتحدث كثيرا عن الشيعة لأنها كانت بعيدة عنا كل البعد، ولكن اليوم لها قنوات فضائية تأتينا من الكويت ومن العراق ومن إيران، بل وفي بلادنا لها كتاب يكتبون في بعض الصحف يدافعون عنها ويروجون لفكر الشيعة. ولذلك لزم علينا جميعا نحن الدعاة ألا نهمل الحديث عن الشيعة، كما تحدثت معكم في اللقاء السابق منذ شهرين عن المتصوفة. كلها فرق ضالة، وإذا ما علم الإنسان سبب الضلال لهذه الفرق حصن نفسه من أي دعوة توجه إليه للانضمام لهذه الفرقة. الذي يريد أن يتكلم عن الشيعة وخاصة الشيعة الاثنى عشرية الموجودة الآن في إيران، والشيعة تفرقت إلى فرق عديدة، أشهرها هذه الفرقة لأنها هي التي لها صولة وجولة في أيامنا هذه. الذي يريد أن يتحدث عن الشيعة لابد أن يبدأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلوات الله وسلامه عليه توفي ولم يعين خليفة من بعده، فوفق الله عز وجل أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لاختيار أبي بكر، ثم لاختيار عمر، ثم لاختيار عثمان. وفي أواخر خلافة عثمان وقعت بعض الفتن بين المسلمين،
وظهر هنا رجل من يهود اليمن أسلم نفاقا، جاء من اليمن وأعلن إسلامه وهدفه أن يشتت شمل المسلمين. هذا الرجل لابد أن نحفظ اسمه حفظا جيدا، لأنه أول من وضع مبادئ الشيعة، وضع فكر الشيعة ومعتقدات الشيعة، اسمه عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ هذا بدأ يذيع فكرا غريبا، يأخذ آية صحيحة من كتاب الله أو حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم، أقصد يأخذ آية من كتاب الله، كل آيات كتاب الله صحيحة، يأخذ آية من كتاب الله أو حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم ويلوي زمام المعنى لكي يخدم فكره. فكانت أول فكرة أخذها من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان رجلا شجاعا ولم يتخلف عن غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، إلا أنه في غزوة تبوك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلفه على المدينة، يعني تركه في المدينة ليباشر شؤونها. وغزوة تبوك هذه خرج إليها كل رجال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحز ذلك في نفس علي رضي الله عنه وقال يا رسول الله أتخلفني في النساء والصبيان؟ لم يبقى في المدينة إلا النساء والصبيان، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطره ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. موسى لما ذهب إلى ميقات ربه خلف أخاه هارون في الناس، وهارون كان رسولا مع موسى عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه نفسه مع استخلاف علي في المدينة بموسى عليه السلام واستخلافه هارون عليه السلام على الناس. إلا أنه قال حتى لا يظن واحد من الناس أن عليا رضي الله عنه أصبح رسولا كما كان هارون رسولا مع موسى، قال إلا أنه لا نبي بعدي. وألفت النظر إلى أن هذا الحديث في صحيح مسلم، حديث صحيح. عبد الله بن سبأ أخذ هذا الحديث وقال للناس أرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يترك الخلافة هكذا، لقد عين عليا رضي الله عنه خليفة على المسلمين. وبدأ يضع قواعد ثابتة يذيئها في كل البلاد. كانت هذه القاعدة قاعدة الوصية يقول فيها إن لكل نبي وصية، وعلي هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم، أوصى له بالخلافة من بعده، فكل من تولى الخلافة قبله فهو ظالم له جائر عليه مغتصب لحقه الشرعي مخالف بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم خارج بذلك من ملة المسلمين. انظر ما معنى خارج بذلك من ملة المسلمين. من الذي تولى الخلافة قبل علي رضي الله عنه؟ أبو بكر وعمر وعثمان. فيأتي هذا الرجل ويقول هؤلاء كفرة، وبالتالي كفر كل من وافق على خلافتهم، فأصبح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المبدأ كفارا في نظر الشيعة ما عدا 3 أو 4 منهم سلمان الفارسي تعصبا للجنس لأنه من فارس، وبالطبع علي بن أبي طالب والحسن والحسين وما إلى ذلك، 4 أو 5 من الصحابة الذين لم يكفرهم الشيعة وكفروا بعد ذلك كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ بعد ذلك يذيع فكرة أخرى ويقول إن عليا كان الله عز وجل أرسل جبريل إليه ولكنه أخطأ الطريق وذهب إلى محمد. جبريل أخطأ الطريق وذهب إلى محمد، وإنما علي هو رسول الله.
وبعد ذلك قال بأن الإله هو علي بن أبي طالب، قال لها عليا رضي الله عنه. وحتى لا نظن أن هذا الكلام فيه غرابة، أقول لكم في فرق الشيعة الآن من يعتبرون عليا هو الإله. فرقة النصيريين التي تسمى العلويين الموجودون في سوريا، هذه فرقة تقول بألوهية علي بن أبي طالب. المهم أنه يأخذ آية من كتاب الله يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله عز وجل ينصر الرسل، وليس الرسل فقط، إنما هو الذين آمنوا، وليس في الآخرة فقط، إنما في الحياة الدنيا. فيأتي هذا الرجل ويقول: فلان الذي قتل ولم يأخذ حقه من الذين قتلوه، ألا يعتبر قد انتصر؟ لا، لم ينصره الله عز وجل. ولذلك سيرجعه الله عز وجل مرة أخرى إلى الدنيا، ويرجع الذين ظلموه حتى يقتلهم ويموت مرة ثانية ويبعث يوم القيامة. والفكرة الأولى أن عليا هو الوصي الذي وصى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى الوصية. أما هذا الذي قلت يسمى الرجعة. وبدأ هذا الرجل وله أتباع كثيرون تبعوه يطوفون حول البلاد، جاءوا إلى مصر وذهبوا إلى الشام وذهبوا إلى بلاد الفرس التي هي إيران حاليا، وحاولوا أن ينشروا فكرهم هذا بشتى الوسائل، وانتشر فكرهم في بعض البلاد وخاصة بلاد الفرس التي هي إيران. لماذا؟ لأن الفرس كانوا قبل ذلك لا يعرفون معنى الانتخاب الخليفة، إنما يدينون بالوراثة في الملك. الملك يموت، إذن يتولى ابنه أو أقرب الناس إليه يتولى الملك بعده. وطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يترك ولدا من ذريته، فأقرب الناس لكي يتولى الخلافة بعده هو ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتمسكوا بهذا المبدأ وقالوا: كل من وافق على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ووافق كل الذين وافقوا على خلافتهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بوحي من الله. وبدأوا ينشرون فكرهم هذا. ثم انظر، إذا كان أهل السنة يقولون مصادر التشريع عند أهل السنة هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، ما مصادر التشريع عند الشيعة؟ هي 5 مصادر: الإمامة، الباطنية، التقية، الرجعة، الوصية. الرجعة والوصية تكلمت عنهما، لكن الباطنية ماذا تعني؟ يقولون إن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويل لا يعلمه إلا علماؤهم الذين كشف الله لهم بصائرهم. ومن تأويلاتهم في كتبهم يقولون في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون البقرة هي عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لأنهم يجعلونها في صف الكفار طالما كان أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه كافرا. وكانوا يسمون أبا بكر وعمر صنمي قريش، وكانوا يسمونهما الجبت والطاغوت. وفي كتبهم إلى يومنا هذا يقال في كتبهم. ثم بعد ذلك، بعد الباطنية، التقية. ماذا تعني التقية؟ التقية يعني على الشيعي أن يتقي من حوله، أن يداري عقيدته. وهذه المداراة يقولون عنها في كتبهم 9 أعشار الدين في التقية. ويقولون في كتبهم: من لا تقية له لا دين له. ولذلك ترى الشيعي
إذا جلس مع واحد من أهل السنة يرحب بمجلسه هذا ويبين أنه هو كذلك من أهل السنة، وإذا جلس مع إنسان ملحد يبين له أنه ملحد مسلم، يتشكلون ويتغيرون طبقا لمبدأ التقية الذي ينادون به. أما الإمامة فهي قطب الرحى في مذهب الشيعة، يعني الإمام هو الأصل والأساس في كل فكر الشيعة، والإمام له عندهم مواصفات محددة. الإمام هذا لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة، لا في طفولته ولا في صباه ولا بعد أن أصبح إماما. هذا الإمام معصوم من الخطأ، هذا الإمام يعلم الغيب ويعلم متى سيموت، بل في كتبهم أنه لا يموت إلا باختياره، هو الذي يقرر متى سيموت. ويقولون في كتبهم الذي يعبد الله ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله. يعني الذي يعبد الله ولا يعرف الإمام من أهل البيت كأنه يعبد ويعرف غير الله، هذا الذي يعلم. ثم بعد هذا إذا كانت هذه المبادئ الخمسة هي مصادر التشريع عندهم، الإمامة والباطنية والتقية والرجعة والوصية، ما رأيهم في مصادر التشريع عند أهل السنة؟ قلت لحضراتكم الآن أن مصادر التشريع عند أهل السنة هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. ما رأيهم في القرآن؟ يقولون في كتبهم أيضا إن هذا القرآن ليس هو الذي أنزله الله عز وجل. يقولون في كتبهم إن لدينا لمصحف فاطمة فيه أمثال مصحفكم هذا 3 مرات والله ما فيه من مصحفكم حرف واحد. هذا في كتبهم. وأين هو هذا المصحف؟ يقولون مع الإمام المختفي. ما قصة الإمام المختفي؟ سلسلة الأئمة عندهم الإمام الثاني عشر اختفى حينما كان طفلا صغيرا، وزعموا أن الله أدخله في سرداب، وهذا الكلام كان سنة 260 هجرية، وما زال يعيش إلى يومنا هذا في نظرهم وفي كتبهم. وهذا الإمام المختفي هو المهدي المنتظر، ويقولون عنه أن الله عز وجل جعل له ينبوعين داخل السرداب، ينبوعا من العسل وينبوعا من اللبن يعيش عليهما، وكلما جاء ذكره يقولون عجل الله فرجه، عجل الله. هذا من كتبهم هم وليس من كتب أهل السنة. إذن هذا القرآن ليس هو القرآن في نظرهم، إنما يقولون هذا القرآن محرف، وذكروا مئات الآيات وحرفوا معناها. يعني مثلا في سورة الأعراف حين يقول ربنا تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يقولون هذه الآية لم تكن هكذا، إنما كانت، وأستغفر الله أن أقول عليه ما لم يقل، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأن محمد رسولي وأن عليا وليي قالوا بلى شهدنا. ثم انظر حين يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يقولون لم تكن هكذا، إنما كانت ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس بولاية عليهم إلا كفورا. في سورة الكهف وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يقولون لم تكن هكذا، إنما كانت وقل الحق من ربكم في ولاية علي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين آل محمد نارا أحاط بهم سرادقها. سورة الشرح يقولون فيها ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
وجعلنا عليهم صهرك، يضعونها آية في هذه الصورة. ولهم صورة أخرى تسمى صورة الولاية، كتبوها يحاولون فيها تقليد كتاب الله عز وجل. فهذا هو القرآن بالنسبة للشيعة، لا يعترفون به. وإذا ما ذهبت إلى بلد من بلاد الشيعة كالعراق أو إيران لم تجد هذه المصاحف موجودة في مساجدهم أبدا، لأنهم لا يعترفون بهذا المصحف إطلاقا. إنما حينما يتواجدون مثلا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي يأخذون هذه المصاحف ويقرؤون فيها. لماذا؟ من باب التقية. وعندهم كذلك هذا بالنسبة للقرآن. أما بالنسبة للسنة كصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما يقولون هذه الكتب استأجر الولاة الظلمة من يكتبها، وكلها كلها مليئة بالمغالطات، لا يأخذون إلا بالحديث الذي يرويه واحد من أهل البيت. أما أصحاب النبي الذين رووا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نظرهم كفار، فكيف يأخذون حديثا من كفار؟ لا يجوز عندهم هذا أبدا. أما الإجماع فلا يأخذون به، لأنه سيجعلهم يأخذون بآراء غيرهم، وهم يقدسون آراءهم وحدهم فقط ولا يأخذون برأي أحد آخر. والقياس ليسوا في حاجة إليه. لماذا؟ لأن أولياءهم ما زال الوحي ينزل عليهم إلى يومنا هذا، فلماذا يقيسون؟ ثم بعد ذلك تأمل بعض الخلافات في المسائل الفقهية. أولا لا يصلون الجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة في نظرهم لا تجوز إلا وراء الإمام، والإمام المختفي في السرداب منذ سنة 260 هجرية حينما يظهر يصلون الجمعة وراءه. وبعد ذلك أصدروا فتية قرأتها من باب التقية، يجوز صلاة الجمعة في 3 مساجد على مستوى العالم كله، في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفي الجامع الأزهر. وبمناسبة الجامع الأزهر أقول لكم أولا الشيعة كانوا قد دخلوا مصر من فرقة الإسماعيلية الباطنية وسموا أنفسهم بالفاطميين، نسبوا أنفسهم زورا وبهتانا إلى فاطمة رضي الله عنها. وهؤلاء الفاطميون الذين حكموا مصر كانوا يؤلهون الخليفة. ولعلكم تعرفون أن الخليفة الذي كان يحكم مصر اسمه المعز لدين الله الفاطمي. هذا المعز لدين الله الفاطمي كان في زمنه شاعر اسمه ابن هانئ الأندلسي. أبناؤنا حينما يدرسون اللغة العربية يمرون على اسم هذا الشاعر في كتبهم. ابن هانئ الأندلسي هذا كتب قصيدة يمدح فيها المعز لدين الله الفاطمي، بدأها بقوله: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. ما شئت، المشيئة مشيئتك أنت، ليس هناك إله يقدر. ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا الذي ترجى النجاة بحبه حقا وتخمد إذ تراه النار. لن يوم القيامة تخمد تنطفئ إذا ما رأت المعز لدين الله الفاطمي. وترجى النجاة بحبه، الذي يحب المعز لدين الله ينجو من عذاب النار يوم القيامة. وبعد ذلك يقول له: شرفت بك الآفاق وانقسمت بك الأرزاق والآجال والأعمار. تأمل، هو الذي يوزع الأرزاق وهو الذي يوزع الأعمار وهو الذي يحيي ويميت. فهؤلاء كانوا يؤلهون حاكمهم هذا. أعود إلى بعض المسائل الفقهية. يعني مثلا عندهم زواج المتعة، وزواج المتعة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمح به في إحدى الغزوات لظروف معينة أن يتزوج الرجل المرأة لمدة محددة وتطلق بعد ذلك. وبعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زواج المتعة إلى الأبد وحرمه إلى الأبد. هم ما زالوا إلى يومنا هذا
يعترفون بزواج المتعة، وزواج المتعة له أصول وقواعد عندهم. ما هي الأصول والقواعد؟ أولا، ليس هناك عدد محدد للنساء المتمتع بهن، يمكن أن يتزوج الرجل 10 نسوة في وقت واحد. زواج المتعة ليس فيه طلاق، زواج المتعة ليس فيه توارث، إنما ينتهي بانتهاء مدته. وعندهم في زواج المتعة يمكن لرجلين أن يتبادلا أزواجهما، رجل يعطي امرأته لرجل آخر ويأخذ امرأة هذا الآخر، وهذا يعترفون به، وصدرت الفتاوى بأنه شيء مشروع عندهم بالنسبة لأزواج المتعة. وهكذا إذن هم يتفاخرون ويقولون ليس في بلادنا زنا. نعم، من أين يأتي الزنا؟ الذي يريد أن يزني بامرأة يأخذها إلى شيخ المسجد ويعقد عليها عقد زواج متعة لمدة ساعة، ساعتين، ليلة، ليلتين، أكثر أو أقل كما يريد، وهكذا. وهو الزنا بعينه، هذا الذي يفعلونه هو الزنا بعينه. ثم انظر إلى تخريفاتهم كذلك. الله تبارك وتعالى بين لنا في سورة الأنفال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له الحق في المغانم التي يغنمها في غزواته، له الحق في الخمس، والباقي يوزع على الذين اشتركوا. الخمس هذا يوزعه النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء. الآية يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. هم يقولون: نحن آل بيت رسول الله ولا تحل لنا الصدقة، فلنا الخمس من الزكاة. الخمس كان من الغزوات، لكن هم يقولون الخمس من كل أنواع الزكاة، والإمام يأخذ هذا الخمس يتصرف فيه كيف شاء. وواحد منهم أخذ هذا الخمس منذ 60 عاما تقريبا، وجاء إلى مصر ليؤسس جماعة التقريب بين الشيعة والسنة أيام أن كان الشيخ محمود شلتوت رحمه الله شيخا للأزهر. وتم إقامة هذه الجماعة ولها فروع في القاهرة، ولكن ليس لها فروع في إيران. إذ أي تقريب يريدون؟ هل هذا هو التقريب؟ التقريب يعني أن نكفر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. التقريب يعني أن نقول معهم إن القرآن محرف. ويأتي بعده واحد شيخ الطريقة الطائفة الإسماعيلية الذي كان يسمى أغا خان، كان يأخذ الخمس ينفقه على ملذاته في الخمر والنساء، ولما توفي دفنوه على ربوة عالية في أسوان. وأذكر أنني في شبابي منذ 50 عاما قرأت على صفحات الجرائد، أنا في 75 الآن، أنهيت 75، فقرأت منذ 50 عاما أن هذا الرجل كان متزوجا من ممثلة أمريكية تسمى ريتا هيورث، وينفق من الخمس الذي يأخذونه من الزكاة. وهناك شيخ البهرة كان يأخذ الخمس، رغم أن البهرة من أفقر طوائف المسلمين، كان يأخذ هذا الخمس لكي ينشر به صور الفساد في العقيدة. أهدانا بمقصورة للحسين، مقصودة للسيدة زينب، وكان علماؤنا الرسميون يحتفلون بهذا الرجل ويضعون المقصورتين ويباركون هذا العمل. هذا بالنسبة للخمس. فإذا الشيعة فرقة ضالة. لكن تعال انظر إلى عصرنا الحاضر، هناك أمور أعرفها جيدا وأقولها لكم. أولا، هناك عالم من أهل السنة في باكستان اسمه إحسان إلهي ظهير، وباكستان كانت فيها جمعية وما زالت تسمى جمعية أهل الحديث، تعادل أنصار السنة في مصر. وهذا الرجل كان من هذه الجمعية وكتب كتبا كثيرة عن الشيعة، وبفضل الله عز وجل كانت تأتيني دعوات كل سنة من الحكومة السعودية لأشارك في أعمال التوعية الإسلامية، وقمت بالتدريس في المسجد الحرام وفي المناسك في منى وفي عرفة في موسم الحج كل سنة.
وإذا بهذا الرجل أرسل لي كتابا اسمه إحسان إلهي ظهير، أرسل لي كتابا كتبه وهو في باكستان باسم الشيعة والسنة، وضع فيه الآيات التي حرفوها من كتاب الله، وقال هذا في كتابهم كتاب كذا في صفحة كذا، وهذا في كتاب كذا في صفحة كذا بالوقائع. وبالطبع هذا الكتاب ليس موجودا في مصر الحمد لله، وإنما عندي نسخة منه إلى الآن. فهم أرادوا أن يبعثوا هدية لهذا الرجل. ماذا صنعوا؟ في مدينة لاهور في باكستان، وفوق المنصة التي كان يحاضر عليها في جمعية أهل الحديث التي تمثل أنصار السنة المحمدية، وضعوا له زهرية ظاهرها أنه فيها ورد، ولكن داخلها قنبلة موقوتة. قنبلة موقوتة تنفجر بعد زمن معين، ربع ساعة نصف ساعة كما يحددون لها. وقتل في هذه القنبلة 9 من الموجودين، والرجل أصيب إصابات بالغة المقصود بالقتل. وجاءت له دعوة سريعة طائرة خاصة من السعودية بأمر الملك فهد، ونقل إلى الرياض لعلهم يستطيعون علاجه، ولكنه بعد 4 أيام توفي متأثرا بجراحه ودفن في البقيع. اسمه إحسان إلهي ظهير. وهذا الرجل أو هذه الواقعة متى كانت؟ سنة 1407 هجرية، يعني وقع في رجب وتوفي الرجل في أوائل شعبان سنة 1407. نحن الآن سنة 1428، يعني منذ 21 سنة قتلوا هذا الرجل لأنه يتكلم الحق ويبين فساد الشيعة وضلال الشيعة. وكان في 6 أو 7 والأربعين من عمره رحمه الله رحمة واسعة. ثم بعد ذلك واقعة أخرى رأيتها بعيني كثيرا في المسجد الحرام في الأيام التي كنت أقوم فيها بالتدريس في المسجد الحرام في موسم الحج. كنت أرى كل يوم وفي بعض الأيام أكثر من مرة فريق النظافة قرابة 10 رجال أو أكثر، كل واحد يمسك في يد الآخر لكي يصنعوا حلقة حتى يمنعوا الطائفين من دخول هذه الحلقة. وداخل الحلقة عربة صغيرة التي تجرب اليد عليها أدوات النظافة، ومعها عاملان أو 3 ينظفون الأرض. نظرت ما هذا الذي يحدث، وإذا به براز آدمي كل يوم كنت أراه في المطاف. ولما ذهبت إلى إدارة المسجد الحرام وسألت أما علمتم من الذي يفعل هذا؟ قالوا علمنا. أما تعلم أن الشيعة عندهم مبدأ يقولون إغاظة أهل السنة قرب إلى الله؟ إذا ما أغاظوا أهل السنة يتقربون بذلك إلى الله. فيأتي واحد منهم بكيس يضع فيه براز آدمي خارج الحرم ويدخل به تحت ثيابه، وأثناء الطواف يلقي هذا الكيس. وقد رأيت هذه كما قلت لحضراتكم 10 مرات في موسم الحج. ثم واقعة أخرى بفضل الله عز وجل، أنا أذهب كل سنة بالعمرة، وتعودت في المسجد الحرام أن الذي يصلي بنا في المسجد النبوي الذي يصلي بنا رجل مشهور تعرفونه جميعا، الشيخ علي الحذيفي، هو الذي كان يصلي بنا وهو الذي كان يخطب الجمعة. وإذا من 10 أوان تقريبا وجدت أنه ليس موجودا في المسجد، لا صلى بنا الفجر ولا المغرب ولا العشاء ولا خطب الجمعة ولا أي شيء من هذا أبدا. فذهبت إلى إدارة المسجد وسألتهم لعل هذا الرجل أصابه مكروه ونحن لا نعلم. فإذا بهم قصوا علي قصة، قالوا كان هناك وزير إيراني يزور المدينة ووقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. وبعد ذلك أنتم تعلمون أن قبر أبي بكر الصديق إلى جوار قبر رسول الله، الفرق بينهما 2 أو 3 أمتار. وبعد ذلك قبر عمر كذلك. فبعد أن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام قبر أبي بكر وتفل يعني بصق دون أن يخرج المصاق، وفعل ذلك عند قبر عمر رضي الله عنهما. فإذا بالناس غضبوا وذهبوا للشيخ علي الحذيفي وأخبروه بما حدث.
وزير إيراني فعل هذا في المسجد النبوي. فإذا به في خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة هناك لابد أن تكون مكتوبة من ورقة، وهذا الورق يراجع في جهات الأمن، ذلك في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام وفي المساجد الكبرى يفعلون هذا. فإذا بالرجل الشيخ علي الحذيفي جزاه الله خيرا وبارك الله في عمره ألقى هذه الورقة المراجعة في أمن، وخطب خطبة تكلم فيها عن الشيعة وعن فضائح الشيعة وعن فكر الشيعة. قالوا لي بعد ذلك لما رأينا هذا أوقفناه عن العمل حفاظا على حياته، حفاظا على حياته، لأنهم يمكن أن يقتلوه، والقتل عندهم أسهل شيء كما قتلوا إحسان إلهي ظهير في مدينة لاهور في باكستان. ثم بعد هذا لا ننسى المظاهرات التي كانت تقام في مكة في موسم الحج، ويهتفون فيها الله أكبر خميني أخبر، أخبر يعني قائد أو زعيم. ثم لا ننسى أفعالهم هذه في كل يوم في السعودية وفي غير السعودية. وأذكر ذات مرة في موسم الحج أنني كنت ألقي محاضرة في أحد المساجد بين المغرب والعشاء، وبالطبع في موسم الحج لا نكلم هناك السعوديين وحدهم، إنما نكلم كل الجنسيات. فالشيء الوحيد الذي يحسن التكلم فيه مسائل التوحيد ودعاء غير الله، بيان الشرك اللي في هذا. فتكلمت في مثل هذه المسائل التي أنتم تعلمونها جيدا، وقلت إن دعاء غير الله شرك، والطواف حول القبور شرك وما إلى ذلك. وإذا الواحد من الشيعة كان يستتر وراء عمود من أعمدة مسجد فقام وقال لي أنتم المشركون، أنتم تعبدون أمريكا، أنتم كذا أنتم كذا، وهجم علي بكلتا يديه حول رقبتي، لولا أن الله عز وجل سخر رواد المسجد لانتزاع يديه من رقبتي لكنت في عداد الأموات منذ 25 سنة. ومرة أخرى قرأت أنهم يريدون تدويل مناسك الحج. ما معنى تدويلها؟ يعني أن يكون الحج والعمرة يخضع للأمم المتحدة، هيئة الأمم المتحدة هي التي تنظم الحج والعمرة، حتى ينزعوا يد السعودية، لأن السعودية بلد من أهل السنة وهم يكرهون أهل السنة. وذات مرة حينما كنت أدرس في المسجد الحرام قابلني بعد الدرس وأنا خارج من المسجد رجل تعرف علي وقال إنني من إيران. قلت من أهل السنة أم من الشيعة؟ قال أعوذ بالله أنا من أهل السنة والحمد لله. فقلت له ألا تستطيع أن تراسلني على مجلة التوحيد أيام أن كنت رئيسا لتحرير مجلة التوحيد؟ فقال لي هذا لا يمكن أبدا. لماذا؟ لأننا مستترون في إيران، لأنهم في إيران هناك يحاربون أهل السنة حرب إبادة. ولو علموا أنني راسل أولا كل الخطابات الصادرة والواردة تفتح، لا يصح خطاب مغلق أبدا لصاحبه مهما كان. فلا يمكن، والرجل اعتذر عن أنه يستطيع أن يراسلني. وهذا عن الشيعة الاثنى عشرية، بينما هناك فرق أبشع منها. الدروز الذين يعيشون في لبنان مثلا، الدروز يقولون إن الحج عبادة أصنام. لماذا؟ نطوف حول الكعبة والكعبة حجارة، إذا نحن نعبد هذه الحجارة. إذا حينما يصلون أين قبلتهم؟ بالطبع لن تكون الكعبة. فالدروز قبلتهم شيخهم. لو كنا هنا في مدينة القاهرة وشيخهم في الإسكندرية تصبح الإسكندرية هي قبلتنا. لو انتقل شيخهم إلى أسوان تغير قبلة إلى أسوان. هذا عن الدروز. أما النصيريين العلويون هؤلاء الذين يقولون إن عليا هو الإله، هؤلاء يقولون طالما أن عليا هو الإله فكيف يصلون؟ يصلون في معابد خاصة، غرف ملحقة بالبيوت، لا يصلون في المساجد. وهذه غرف طالما أن علي رضي الله عنه هو الإله ولدته امرأة، ففرج المرأة له قداسة، فحيطانهم مليئة بالصور
وتماثيل لفروج النساء، هؤلاء العلويون، ولا يدخلها أحد غيرهم. لو أننا نظرنا مرة أخرى إلى الشيعة الاثنى عشرية التي انتشرت في أيامنا هذه، نجد في كتبهم كلاما كثيرا لا يتفق مع ما جاء في كتاب الله عز وجل القرآن ولا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا عدوهم ويعتبرونه كافرا، فأبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر لابد أن يمجدونه، لابد أن يمجدوه. هم يحتفلون بعيد عندهم هناك في إيران يسمى عيد بابا شجاع الدين. بابا شجاع الدين من هو؟ أبو لؤلؤ المجوسي، ويسمونه يوم العيد الأكبر. وكذلك يحتفلون بيوم النيروز، والنيروز عيد من أعياد المجوس، ويغتسلون في هذا اليوم، يقولون إن الغسل سنة كما نغتسل نحن في عيد الفطر وعيد الأضحى. ثم انظر إلى الأحاديث المكذوبة. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار. هؤلاء كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث، زعموا أنه صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل مستبشرا فقال لي: يا محمد، الله الأعلى يقرئك السلام ويقول لك: محمد نبيي ورحمتي وعلي حجتي، لا أعذب من والاه وإن عصاني ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني. تأملوا هذا الهراء الذي يطيع عليا ويعصى الله عز وجل، الله تبارك وتعالى لا يعذبه أبدا طالما طاع عليا حتى وإن عصى الله. والعكس، الذي يعادي عليا رضي الله عنه ولو أطاع الله فهذا لا يرحمه الله عز وجل. أين هذا من كتاب الله الذي بين فيه ربنا تبارك وتعالى الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة، وبين الحلال والحرام؟ إذا كان الأمر متوقفا على حب علي رضي الله عنه أو بغضه، إذن فلماذا هذه الأوامر التي جاءت في القرآن؟ كأن القرآن ما جاء إلا لكي يضل الناس إذا ما أخذوا بكلامهم هذا. ثم انظروا إلى آدم الذي استطاعه الله عز وجل، كما قال في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وصفوا آدم في كتبهم بالحسد وبالحقد وبكل الصفات السيئة، وبأنه مصر على معصية الله. لهم كتاب اسمه عيون أخبار الرضا، في كتابهم هذا قالوا فيه: لما أكرم الله آدم وأسجد له الملائكة وأدخله الجنة قال في نفسه إنه أكرم الخلق، فقال له الله عز وجل: يا آدم ارفع رأسك وانظر إلى ساق عرشي. فرفع آدم رأسه ونظر إلى ساق العرش فوجد مكتوبا عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي ولي الله أمير المؤمنين، زوجته فاطمة سيدة نساء العالمين، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقال آدم: يا رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من ذريتك وهم خير منك وخير من خلقي جميعا، لولاهم ما خلقتك وما خلقت الجنة والنار وما خلقت السماء ولا الأرض. هذا يروجونه في كتبهم. وقلت الكتاب اسمه عيون أخبار الرضا، جاء في هذا. وحتى لا نشعر بالغرابة حينما نقول إنهم يؤلهون عليا رضي الله عنه، كثير من طوائف الشيعة تؤله عليا. أقول لكم: تذكرون أني قرأت لكم فقرات من كتاب في اللقاء الماضي الذي كان منذ شهرين، كتاب طريقة صوفية، الطريقة البرهانية، والكتاب اسمه تبرئة الذمة في نصح الأمة. هذه الطريقة تتعاطف مع الشيعة، ففي كتاب هذا نشروا خطبة نسبوها لعلي رضي الله عنه، وقالوا اسمها خطبة الكوفة، خفضها علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، مدح نفسه فيها بكلام كثير.
الخطبة لو قرأتها بالتفصيل عليكم لن تستغرق أكثر من نصف ساعة، ولكن أستأذنكم في دقيقتين أو ثلاث لنرى بعض العبارات التي جاءت في خطبة علي، وحاشا لعلي أن يقول هذا. أنا والله أمين الرسول، فلتعتبر العقول تأويل ما أقول. أنا آية الجبار، أنا حقيقة الأسرار، أنا سخي الأنوار، أنا دليل السماوات، أنا أنيس المسبحات، أنا خليل جبرائيل، أنا صفي ميكائيل، أنا سائق الرعد. الرعد هو الذي يسوقه، مع أن الذي يسوق الرعد هو الله عز وجل. أنا سائق الرعد، أنا حفيظ الألواح، أنا البيت المعمور، أنا زاجر العواصف، أنا أمين الحساب، أنا مدد الخلائق، أنا الأول والآخر، أنا الظاهر والباطن. يقولها علي رضي الله عنه في كتاب صوفي وليس شيعي، جاء هذا الكلام. أنا الأول والآخر، أنا الظاهر والباطن، أنا البرق اللموع، أنا السقف المرفوع، أنا مفجر الأنهار، هو الذي يفجر الأنهار علي بن أبي طالب. أنا سائق الصحف، أنا أم الكتاب، أنا فصل الخطاب، أنا صلاة الحمد، أنا سورة البقرة، أنا مثقل الميزان، أنا صفوة آل عمران، أنا الفرقان، أنا الرحمن، أنا مدير الجاريات، أنا كاش العراة، أنا شديد القوى، أنا إمام المحشر، أنا ساقي الكوثر، أنا قيم الجنات، أنا مبيد الكفرة، أنا مفرق الأحزاب، أنا رب بدر وحنين، أنا مخاطب الأموات، أنا مكلم الثعبان، أنا آلاء الرحمن، أنا منزل الصفات والذي ينزل القرآن، أنا منزل الصفات، أنا جامع القرآن، أنا المطلع على أخبار الأولين، أنا المخبر عن وقائع الآخرين، أنا والله وجه الله، أنا سيد العرب، أنا كاشف الكرب، أنا علي بن أبي طالب. الخطبة أكثر من هذا، أكثر من 10 مرات. فحينما نقول إن كثيرا من فرق الشيعة يعتبرون عليا رضي الله عنه هو الإله، لا نأتي بكلام من عندنا، وإنما من كتبهم يفهم هذا، وهذه طريقة برهانية. ورأيتم كيف تكلموا عن علي بن أبي طالب. وبهذه المناسبة كل مساجد هذه الطريقة يسمونها مسجد الإمام علي بن أبي طالب، مسجد الإمام علي. كل مساجدهم مكتوب عليها هكذا. أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين عثمان؟ لا يعترفون به. وعلى هذا فإني أذكر نفسي وأذكركم جميعا بأنه لا نجاة لنا إلا أن نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما نقول الكتاب والسنة لابد أن نضيف إليها بفهم سلف الأمة، كما قلت لحضرتكم هذه العبارة في اللقاء السابق منذ شهرين. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، في هذا النجاة. كل الفرق التي تبتعد عن الكتاب والسنة مصيرها إلى ضلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ناقشني واحد من عوام المسلمين حينما تكلمت عن الشيعة أمامه، وقال: أليس عدوي يعتبر حبيبا لي؟ قلت له: ماذا تقصد؟ قال: حسن نصر الله يحارب إسرائيل ونحن نحارب إسرائيل، ألا نتفق معه؟ فإلى هذا الحد وصل تفكير بعض عوام المسلمين. أقول لكم لقد قص لي صديق أنه
شاهد في اسطوانات الكمبيوتر اسطوانة للشيعة يقتلون واحدا من أهل السنة. كيف قتلوه؟ جاءوا بوعاء كبير مملوء بالماء المغلي ووضعوا فيه هذا الرجل وغطوا هذا الوعاء حتى يخرج اللحم من العظام. فهؤلاء حتى الذين يحاربون إسرائيل يكرهون أهل السنة كراهية لا يتصورها العقل، فلا ننخدع بتصرفاتهم هذه، إنما علينا أن نفهم أن المرجع الأول لكل المسلمين الأصل فيه هو الكتاب والسنة. وأذكر نفسي وأذكركم بهذا الحديث الذي بدأت به هذه الكلمة: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبعد هذا أذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله، والتقوى تعني لزوم الطاعة والبعد عن المعصية. وأذكر نفسي وأذكركم بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا وعملا صالحا متقبلا واتباعا كاملا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.